جينا اليوم لطنجة لأنه هنا مظاهرة كبيرة، وهذه المظاهرة يعني كاين ظرف العام وظرف الخاص. الظرف العام وأنه جاو الناس كيستنكروا الإبادة يعني كيقوموا بها صهاينة حاليا جيش الاحتلال في غزة وفي غير غزة، لأنه هذه الحرب الإبادة يعني امتدت إلى الضفة، ولكن في غزة الخاصية ديالها هو أنه التجؤوا للتجويع، وهذا حدث لا سابقة له يعني في التاريخ، يعني بهذه همجية، يعني باش الشعب بكامله يكون محروم من جميع مقومات الحياة بما فيه الأكل والماء الشروب. هذه كارثة إنسانية من الدرجة العليا. ولكن الطمة الكبرى هي جميع الناس تتكلم وأصبحت تتكلم على المجاعة. ما كيقولوش بأنه تجويع، ما كيقولوش بأنه حرب الإبادة عن طريق يعني التجويع، ولكن يعني كيتكلموا وتما بقاو. بينما الأوروبيين والأمريكان بالخصوص هما اللي عندهم السوارت ديال هذه الوضعية هذه، لأنه هما اللي كيعطيو لهم السلاح. نهار اللي يقولوا لهم ستوب غادي يتفرض عليهم باش يستوبي، ولكن ما باغينش، يعني واقفين معهم، هما مشاركين في الجريمة بشكل مباشر، الآخرين كينفذوا جريمة مشتركة ديالهم بجوج. هذا من جهة. من جهة أخرى الظرف الخاص وأنه غدا من جديد في طنجة سترسو سفينة أتلانتا لشركة الدنماركية ميرست، وهي حاملة العتاد عسكري. هي في الحقيقة كل 10 أيام تقريبا كتجي شي سفينة من ماريكان هزة عتاد عسكري، ولكن عادة ما عندناش يعني جميع الحجاج. هاد النوبة من جديد عندنا الحجة بحال في ابريل وجينا باش نفتحوها. غتجي شي سفينة اخرى اللي غتبدا بالدار البيضاء وغادا تطلع الخزيرات وعاود غتدخل طنجة. علاش؟ باش تشارجي هاد سميتها نورفولك، وغادي تكون كتشارجي داكشي اللي جابتها اتلانتا، وغادي الحيفا المحتلة الجيش الصهيوني. هذه كارثة عظمى، هذه فضيحة كبيرة. المخزن يعني فتح ابواب يعني الموانئ المغربية باش الصهاينة يتوصلوا بالعتاد العسكري. هذه كتسمى شراكة في الجريمة، وهادشي اللي جينا يعني باش نفتحوه.